السلام عليكم العشرين. يعني جيت في حلقة جديدة من سلسلة مثل وقصة الأمثال الشعبية المغربية. وقبل الشروط كيف العادة راكم عارفينهم وانتوما مالين الدار. لايك، ابوني الحمراء تولي بيضة، وفعل لي داك الجرس باش يوصلك الجديد. خويا اختي انت الاول وحتى للدار. ولا عجبك المحتوى ما تنساش البارطاج مع الصحاب والعشرين. وهذا مكان ويلا زيدو ما بقاش ولا نوبة ونبداو. كان يا مكان حتى كان في قديم الزمان وسالي في العصر والأوان، في هاد الأرض وزمان غير هاد الزمان. كانت واحد المثلة والمثلة تنقلات من لسان لسان. وكان حتى كان واحد اللبان، أي واحد الشخص كيبيع اللبن في واحد السوق من سواق واحد الدوار. وكان عند هاد اللبان واحد القرد اسمه زعطوط عزيز عليه، وفين ما مشى كيديه معاه في المشية والمجية. وكانت من هاد اللبان يخلط الماء باللبن قبل البيع، في بلاصة ما يربح درهم في الليترو كيربح جوج. وهكاك وغادا الايام بلا حتى واحد ما يعيق بالخدعة والغش ديال اللبان اللي عند راسو هو القافز والمطور. والقرد زعطوط ساكت وكيشوف مولاه كيدخل في فلوس الحرام وغير مكمل في الغش على العباد، ولا حشم ولا استحيا ولا قال الله ينعل الشيطان. ومشات ايام وجات ايام. في واحد النهار كان اللبان فرحان بحكم باع قال القلل ديال اللبن اللي جاب معاه، وشكر عمرات بالفلوس، فلوس الحرام. فبلا ما يحس خطف القرد زعطوط شكرت اللبان وعيط جبد والو. تقول القرد بغا يتشد اللبان، مرة هارب في الأرض، مرة بين شجار يتعلق. اللبان سال جهدو وأيام يتبع القرد بلا فايدة، بقى ليه غير يزاوق بالقرد. القرد اللي صد جهة الواد حل الشكارة وجبد كاع الفلوس، فلوس الحرام. وبدا ريال في الشكارة كيتخشى وريال كيتلح في الواد. اللبان حاول يمنع القرد لكن ما صور منه الحق لا باطل، وبقى القرد مكمل ريال في الشكارة وريال في الواد حتى كمل كاع الفلوس. النص دارو في الشكارة والنص داه الواد. تما اللبان شاف فلوسو كيديها الواد قدام عينيه وتفقس وقال ياي فلوس الماء يديهم الماء، فلوس اللبن يديهم زعطوط. ومشات خبرتنا من واد الواد كيف فلوس اللبان، وبقينا حنا مع ولاد الخيار والجواد وصلوا على خير العباد صلى الله عليه وسلم. وهكاك تنقل المثال من زمان لزمان حتى وصل لهذا الزمان. في الاخر بغيت نقول اخوتي خواتاتي باللي الحرام وفلوس الحرام ما فيهم بركة ودغيا كيطيروا، وباللي درهم ديال الحلال خير من 10 ديال الحرام. والإنسان هو اللي يصفي باش يشرب. المهم خوت، نتمنى تكونوا استمتعتوا وعجباتكم القصة وخا قصيرة. وما تنسوش واحد اللايك اللي مازال ما درتيها، وتسناو قصة الرعب. ساعتي سالات. نخليكم الخوت في رحمة الله وحفظه، وشعارنا الدائم والقادم أحلى إن شاء الله.